الله وبركاته. أنا أخوك ياسر حجاج من فلسطين المحتلة، من قطاع غزة المحاصر. أعمل في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وممثلا عن اتحاد لجان الرعاية الصحية في غزة. جئت بناء على دعوة من جمعية الصداقة في مدينة العرائش. قدمت وكل حب وأشواق واحترام وتقدير لإخواني وأشقائي الشعب المغربي الحبيب. فتحية معطرة برياح المسجد الأقصى، تحية فلسطينية معطرة بنسائم بحر غزة إلى الشعب المغربي الشقيق. جئنا في جولة جمعوية للقاء بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على مستوى المملكة، والحمد لله رب العالمين. انطلاقا من مدينة العرائش استطعنا الالتقاء بعدة جهات وجمعيات على مستوى المملكة، وكان ذلك برعاية سفارة دولة فلسطين في الرباط، ورعاية الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أيضا في الرباط. الحمد لله التقينا بعدة جهات، أخذنا عدة وعود بدعم اتحاد لجان الرعاية الصحية بالأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك وعود كثيرة بدعم مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بأدوات مساعدة للمعاقين وبعض التجهيزات. الحمد لله بعد 10 أيام من عملنا بدأت عدة جهات طبية وبالأخص أطباء من مدينة العرائش بدأوا بجلب الأدوية الحمد لله، وهناك بعض الوعود إلى جلب أدوية أخرى خلال الفترة المقبلة. أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مدى حبي واحترامي وتقديري للشعب المغربي الشقيق الذي استقبلنا بحفاوة وترحاب، ولم نشعر بكل صدق بأننا غرباء عن هذه الأرض، بل بالعكس شعرنا بأننا في بلدنا الثاني وبين أهلنا. لم نشعر بالغربة، شعرنا بأننا بين عائلاتنا. في كل بيت دخلناه شعرنا بأنه بيتنا، كل أم قابلناها شعرنا بأنها هي أمنا. فهذا يحسب لكم بكل صدق، الحمد لله رب العالمين. فأوجه شكري وامتناني لكافة أطياف الشعب المغربي من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، فكل الشكر والتقدير لكم وشكرا جزيلا.